كان لا يقل أهمية، وهو الفوز المغرب في كأس العالم. طبعا أنا اليوم بدي أتحول لمحلل رياضي لكن سياسي. أنا بقدرش أنافس، ما شاء الله عندنا يعني معلقين رياضيين ومحللين فطاحل والله، لكن أنا بدي أحكي من الجانب السياسي. هلكتكم بالحديث عن أوكرانيا وعن زيلينسكي، لا، اليوم بدنا نحكي عن ظاهرة إيجابية جدا الآن في الوطن العربي. هذا التقدم الفريق المنتخب المغربي حقيقة رفع روسنا وأعاد لنا الأمل، وسجل فجر جديد، فجر الجماهير، مش فجر القادة المهزومين اللي خذلونا. الآن أصبحت الشعوب هي التي تتقدم، وتتقدم بقوة غير عادية. المنتخب المغربي حقيقة لما رفع علم فلسطين أعاد الأمور إلى نصابها الحقيقي. هذا المنتخب لما بيهدف تأهله لدور الثمانية لفلسطين وبيهديه أيضا للشعب المغربي، هذا شيء غير مسبوق حقيقة، هذا شيء غير مسبوق. الأمة بتصحى، العروبة بترجع، الأخوة بين الإثنيات وبين العرب، هذا بين الأمازيغ أشقان الأمازيغ وبين العرب، هذا شيء جميل جدا. كلنا توحد وكلهم توحدوا على أرضية النصر، على أرضية الفوز، شيء غير عادي. غزة، هذه غزة المحاصرة لما كلها بترفع أعلام المغرب واحتفالات في الشوارع وبيهتفوا باسم المغرب وباسم المنتخب المغربي وباسم يعني بونو وباسم حكيمي وباسم الركراكي، هذا شيء غير عادي. شوفوا وين، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، هذا وحدة حال. الأمة الآن تتوحد، الأمة الآن بتلتقي وبتأكد على أنه إحنا أمة واحدة ومتعايشين. والله أنا دائما كنت يعني دعيت العديد من المهرجانات الأمازيغية في المغرب وفي يعني أكادير وفي يعني تطوان وفي، والله كنت دائما مع التعايش ومع أحيي أشقائنا الأمازيغ وأكد على الوحدة الوطنية أزكى وأطهر صورها. فهذا يعني إحنا مش لازم نقلل منه، مش لازم نقلل منه. أحيا حركة الوعي في الشارع العربي، ولا تقولوا لي قومية اللي أحياها هو هذا الفوز والانتصار. هذا بيأكد على أنه إحنا أمة واحدة. يعني شفتوا الاحتفال، كل الوطن العربي احتفل بالمنتخب المغربي. هذا الفوز المغربي وهذه الاحتفالات ورفع علم فلسطين أطلق رصاصة الرحمة على اتفاقيات سلام إبراهام. يعني قديش كتبنا مقالات ولا شيء، لكن رفع العلم الفلسطيني في ملاعب المونديال في الدوحة، رفعه من قبل المنتخب المغربي اللي يضم عرب وأمازيغ ويضم كل الآمال العربية، رفعه بهذه الصورة وأمام العالم كله، هذا فعلا أطلق رصاصة الرحمة على اللي هو اتفاقات إبراهام. هذا هو الإبداع الحقيقي، هذا اللي احنا بدنا إياه. الأمة بتصحى الآن، الشعوب بتصحى، الكفاءات بتصحى الآن. فجر جديد للأمة كلها. خلص التطبيع مع إسرائيل فقد أهميته، ما عادش له قيمة على الإطلاق. هذا يعني كانت المونديال الدوحة حفر قبر له ودفنه. يعني فيش التوجهات القديمة هاي والكلام المزيف عن التطبيع وعن سلام إبراهيم. شفت واحد عربي رفع العلم الإسرائيلي؟ شفتوا واحد؟ وريني، ذكروني. شفتوا كيف العرب المشجعين حتى بالبرازيل ومن أمريكا يعني كانوا ضد الحديث لأي إعلام إسرائيلي، والإعلام الإسرائيلي نفسه حكى هذا الكلام ووضحه وقال ليش بيكرهونا؟ طبعا بيكرهوك لأن دولة احتلال حقيقة. يعني هذه هي المسألة الأساسية، إحياء اللحمة العروبية ولحمة التعايش بين كلنا في المنطقة. إحنا كلنا أبناء المنطقة، ولا يعني فضل أي إثنية على الأخرى. نروح طبعا ان شاء الله يا رب بكره يفوزوا المغاربه ويطلعوا، يعني يفوزوا على البرتغال ويطلعوا للدور الرباعي باذن الله، وان شاء الله للنهايه حتى تستمر هاي الفرحه. لكن هاي فرحه لها معنى كبير جدا جدا جدا.